السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين واحلى صحاب. وحشوني من الفيديو اللي فات. النهارده هعمل لكم طريقة كفتة الحاتي. ولا اجدع كفتة تجيبيها من بره. بهارات بتتحط بتودي الكفتة لا في حتة تانية خالص. وان شاء الله هتعجبكم. بس ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لقناة هيبو كيتشن. واللي اول مرة يتابعني ولسه ما يعرفنيش، انا اسمي هبة. زي ما قُلت لكم كده، في أي فيديو بنبدأه بنسمّي الله ونصلّي على الرسول، اللهم صل وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله كده هتلاقوا في آخر الفيديو في معلومة اللي إحنا اتفقنا عليها هنقولها في كل فيديو، في كل آخر فيديو، معلومة على الماشي كده إن شاء الله هتفيدكم و وهتستفيدوا منها. هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ هاقول لكم إيه البهارات اللي هنستخدموها، وفي تَكّة كده هتوديكم في حتة تانية. هنبدأ بربع كيلو لحمة مفرومة أو بنُص براحتك. إيه البهارات؟ بصلاية حلوة وسط، 4، 5 فصوص توم، هنجيب بقدونس، هنجيب ملح وفلفل، 7 بهارات، زيت، طماطم، آمم، خلطة الفيجيتار أو بقسماط، هتجيبي خلطة الكفتة وهتجيبي بيكنج باودر. هاكتب لكم كل المقادير دي في صندوق الوصف يا بنات، عشان اللي عايز يعرف بالضبط، وبالراحة كده هتلاقيها في صندوق الوصف. أنا هامشي معاكم واحدة واحدة كده وإحنا بنتفرج على الفيديو، وهتفهمي التكات والحاجات البسيطة دي بتودي الكفتة في حتة تانية. أول حاجة هنعمل إيه، هنجيب الكبة بتاعتنا، أو هتبشري لو ما عندكيش كبة ممكن تبشري عادي على إيدِك. هتحطي البصلة والتوم هنفرموهم الأول، ليه؟ هنعمّوهم الأول قبل ما نحط اللحمة. باقول لكم يا بنات مش هتشتري تاني كفتة من برّه. بجد، بجد لو جرّبتيها والله العظيم، والله العظيم مش هتشتري كفتة تاني من برّه. كفتة طبعًا غالية دلوقتي والحاجات غالية برّه، مش هتفكّري تشتريها من برّه ومش محتاجة شواية. إحنا هنحطها على النار وهتتفرّجوا معايا. بعد أمّا فرَمنا البصل والتوم كده فرمتين حلوين نعّمناهم، هنبدأ ننزل بالإيه، باللحمة المفرومة. هنحط بقى البقسماط. لو عندِك بقسماط عادي يا بنات اللي أنتم بتعملوه في البيت بالعيش الفينو يتحمّص وتطحنوه ماشي. عايزة تجيبي بقسماط من برّه ماشي، عايزة تجيبي فيجيتار ماشي. أنا حطيت فيجيتار معلقة، ومعلقة كفتة بهارات الكفتة، ومعلقة إيه تاني، معلقة baking powder. كل دي معلقة كبيرة يا بنات، تمام. هاحط معلقة صغيرة 7 بهارات، وهاحط معلقة ملح ومعلقة فلفل أسود. طبعًا الملح بتضبّطيه. ممكن تحطي صلصة وممكن تستبدلي الصلصة بكاتشب. أنا ما كانش عندي كاتشب، هاقف على المقادير لأ. وهاحط قد إيه زيت، هاحط معلقتين. فأنا قُلت لكم ممكن بدل ما مش عايزة تحطي صلصة لأ، حطي معلقة كاتشب كده حلو كبيرة. دي بس أنا حطيت بديل الكاتشب إيه، معلقة صلصة. تدّيها قوام كده، بتدّيها طعم حلو. وهنبدأ نفرم تاني. ليه ما حطيتش البقدونس؟ عشان ما ينزّلش مَيّته. أنا هاخلّي البقدونس في الآخر خالص. بُصّوا، أنا فرمتها هادّيها كمان فرمة. طبعًا الكاتشب بيدّي لون وطعم أو الصلصة بيدّيه قوام. وفعلًا خلطة الكفتة دي تستاهل إن تتسمى خلطة كفتة. بجد زي المشوية بالضبط. أنتِ هتدوقيها كإنِّك جايباها مشوية بالضبط. هنعمل كده كام تَكّة كمان هتخلّيها كإنِّك شارياها من برّه. بُصّوا أنا فرمتها حلو كده زي ما أنتم شايفين. هابدأ بقى إيه، هانزّلها في طبق بتاعي أو في صينية، في أي حاجة بقى، في أي حاجة هتنزّليها. وهنبدأ نحط إيه، البقدونس. البقدونس باقول لكم أنا ما حطيتهوش معاهم ليه في الكبة، عشان ما ينزّلش مَيّته. هابدأ بقى أخلط البقدونس، هي حزمة كده حلوة مش صغيرة ومش كبيرة. هتقطّعيها حتت صغيرة كده زي ما أنتم شايفين. وهابدأ بقى إيه، أدمجها مع اللحمة، تمام. لو أنا بقى أنا هاعملها على سيخ. طب أنا ما عنديش سيوخ، السيخ بتاع اللحمة. عارفين يا بنات في البوتاجاز كده بيبقى فيه السيخ اللي ممكن تحطّي عليه فرخة، طلّعيه اعملي عليه. طلّعيه اعملي عليه. ممكن نعمل على إيد خشب، إيد معلقة خشب. ممكن تعملي على المعلقة العادية. بُصّوا أنا باوريكم السيخ، شايفين؟ أنا ما عنديش دوّة. هتقولي لي أنا ما عنديش، طب أنا هاعمل بإيه؟ بُصّي المعلقة اللي أنا ماسكاها دي ممكن أعملها على إيد المعلقة. مش هنغلق. ممكن تعمليها مدوّرة، مش لازم يعني طويلة. ممكن تعمليها طويلة، يعني أنا باورّيكم إني أسهل الطرق. بس أنا يعني باعملها لكم على سيخ ليه، كإني شاريينها من برّه. الولاد لمّا يشوفوها كإنِّك شارياها من برّه، كإنِّك جايبة كفتة
من كفتة الحاشي كفتة مشوية من برّه. أنا حطيت حبة زيت في الطبق دوّة ليه؟ وحطيته على السيخ ليه يا بنات؟ عشان ما تلزقش معايا. بُصّوا هي ما بتفُكش أهو، أنا ما لحقتش حتى ما حطيتهاش في التلاجة، يعني المفروض تتحط في التلاجة تشد شوية، أنا كنت مستعجلة بصراحة ووقت الغدا جِه وكنا عايزين نتغدى، فأنا ما حطيتهاش. بُصّوا، شايفين؟ يعني أنا أهي هاورّيكم تاني واحدة، تمام، ولا بتتفك ولا بتتقطع منّي، وعشان ما تقوليش الصلصة طب ما هتفُكّها، طب البصل ما هيفُك، لا، 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 لأ، ما أنتِ البقسماط اللي حطيتيها خلّيتيها تشد شوية، الكربوناتو sorry البيكنج باودر اللي حطيناه عشان ما تكشش معانا، عشان تبقى منفوشة، الخلطة اللي إحنا حطيناها عشان تدّينا طعم فعلًا الكفتة اللي بتشتريها من برّه. بُصّوا شايفين؟ لو لقيت إيدي لزّقت باخد شوية زيت صغيّرين في إيدي كده وأروح إيه، وأروح حاطاها. زي ما أنتم شايفين. بُصّوا أنا عملت لكم كام واحدة لا فكِّت ولا اتقطعت منّي، على عينك زي ما بيقولوا، على عينك يا تاجر. بُصّوا زي ما أنتم شايفين، أنا ما فصلتش الفيديو ولا عملتها وقُلت لكم بقى أنا بُصّوا خلّصتها لأ، بُصّوا أنا كمّلت الباقي بقى بعد ما عملت لكم 4 وحدات. هنعمل إيه بعد كده، هنجيب طاسة عادي على النار وطاستي بتلزق، مش هاقول لِك مثلًا طاسة تيفال ولا طاسة جرانيت، هاحط لها شوية زيت بُصّوا قد إيه، أجيب الفرشة و وأضبّط الزيت بس بُصّوا، يعني زيت حاجة بسيطة، أنتِ كمان لو عندِك الطاسة مش بتلزق هتقلّلي كمان الزيت، يعني يا دوب بالفرشة كده، أقل كمان منّي، بُصّوا هو زيت لا يُذكر، هتبدئي تحطّي الكفتة بتاعتِك، هتشوفيها لا هتتقطع منّي، أنا باقول لكم الطاسة بتاعتي بتلزق، لا هتتقطع منّي ولا هتتكسّر منّي ولا هتفكِّك منّي، بُصّوا وأهو أنا قدّامكم أهو، أنا ما فصلتش الفيديو ولا فصلت حاجة. بُصّوا هاعمل إيه تاني، هاشوي جنبيها بقى إيه، بصل، طماطم، فلفل كُبّي، كل ده بياخد من طعم اللحمة بيودّيها في حتّة تانية. لأ، أنا نِفْسي كنتم تبقوا معايا تشمّوا الريحة وتدوقوا الطعم. جرّبيها والله ما هتندمي، جرّبيها هتعجب الولاد جدًا. أنا ليه جايبة طبق، عشان أول ما هاغطّي عليها عشان ما تبردش أولًا، وثانيًا عشان أنا حاطة فحم على النار، عشان أدّيها كمان طعم كإني أنا شاوياها على الفحم، أنا مش شاوياها على الفحم أهو، كإنِّك جبتيها من برّه، مشوية على الفحم وفيها خضار مشوي وما فكِّتش. بُصّوا زي ما أنتم كده شايفين، أنا عمّالة أهِز يمين وشمال إزاي، بُصّوا حبّة الزيت قد إيه، أنا عمّالة أجيبه يمين وشمال بُصّوا، يعني هم ما يذكروش الزيت، أنا مش حاطة فيه كتير، أنا قُلت لكم لو عندكم تيفال أو جرانيت يا دوب رشّة بسيطة بالفرشة كده و واشتغلي. أنا بس دي عشان بتلزق شوية فاضطريت إن أنا أحط إيه، زيت سِنّة بسيطة. بُصّوا بصل بُصّوا البصل كَرمل إزاي، الفلفلاية مش عاجباها وقعت. المهم بُصّوا اتكرمل إزاي، والتَّكة كمان بقى هُم بيعملوها برّه، بيعملوا إيه، بيجيبوا عيش بلدي اللي هو أو العيش الشامي أو عيش برَدّة، هو دايمًا أنا باشوف بعيش برَدّة، بيحطوه ويحطوا فوقيه إيه، يحطوا فوقيه الكفتة، إحنا هنعمل كده، هو إحنا أقل منهم؟ لأ، ليه تشتري من برّه وتبقى غالية وما تبقيش عارفة اللحمة مش مضمونة وتأكّلي عيالِك، لأ، أنا أعملها في البيت بأقل تكلفة من برّه. شايفين أنا حطيت الرغيف أهو، بُصّوا هاحط عليه بقى الكفتة، الرغيف ده بقى أحلى كمان من الكفتة، الصوص بتاع الكفتة بينزل عليه بيخلّيها طعمها خطير، خطير. بُصّوا، شايفين الجمال؟ لا فكِّت ولا اتقطعت ولا أي حاجة، شايفين؟ حاجة بسيطة وحاجة سهلة وممكن تعملي كمية أكتر طبعًا، لو أنا مثلًا ربع كيلو ده عملوا معايا 6 وحدات، بُصّوا أنتم ممكن تعملوا كمية أكتر براحتكم. بُصّوا هاجيب الفحماية أهي، أحط عليها شوية زيت صغيّرين، يا ستي أقفي بقى. المهم هتحطي عليها شوية زيت صغيّرين وتغطّيها، ريحة الفحم كإنِّك شاوياها بقى، كإنِّك جايباها من برّه، تتعمل بقى على سُفرة حلوة مع عزومة، عندِك عزومة في رمضان، بُصّوا حاجة بقى إيه من الآخر، شغل فاخر من الآخر زي ما بيقولوا. بُصّوا الجمال، يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو استفدتِ منه وحسيتِ إني استفدتِ بمعلومة مفيدة، ما تنسيش تعملي لايك وكومنت حلو منكم كده، عايزة أشوف كومنتاتكم يا بنات، وزي ما قُلت لكم آخر الفيديو ده
إن شاء الله هاحط لكم بقى دلوقتي معلومة هتفيدكم جدًا ومعلومة على الماشي وسهلة وبسيطة. يالّا بينا بقى على المعلومة على الماشي. معلومتنا النهارده يا بنات عن الحبهان أو في بعض الدول بتسموه الهيل. الحبهان ده من التوابل اللي بتساعد على التخسيس، وبتزيد من معدل حرق الدهون. ممكن عن طريق مضغه حبة يوميًا، أو نطحنه ونحطوه مع موزة مهروسة وناخده برضه على الريق يوميًا معلقة صغيرة. يا رب تكون معلومة النهارده أفادتكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع معلومة جديدة، وأشوفكم على خير. باي باي.